فهد حبيت نقول حاجة إنه كان حوايج دخلوا من الجزائر للمغرب عادي. بس على القفطان كيف دخلوا؟ لحظة على السهالات. الحين الطاجين ليش تقولون حق الطاجين مغربي جزائري؟ كيف يعني أنت بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري؟ بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري؟ شوف أنا دوك نفهمك. كاين بالنسبة لك الطاجين مغربي اسمح لي، هو حاجة سامحني، عطني دولة من دولتين، دولة خيارين، عندك خيارين بس لو سمحت، خيارين بس لا مشتركة يمين يسار. سؤال: الطاجين مغربي جزائري؟ 1 2. حاجة مشتركة. كيف مشتركة؟ دوك نقول لك علاش. خبرني. في بكري ما كانتش هذه الحدود نفس الحدود اللي راهي موجودة دركا، صح؟ كانت حدود يعني أخرى، كانوا يعني مناطق. عن أي تاريخ تتكلمين؟ عن أي تاريخ؟ يشتركوا معها. متى؟ عن أي تاريخ تتكلمين؟ عن أي تاريخ؟ متى؟ يعني مثلا في دولة الموحدين كانت قبيلة زناتة، وقتها كان في طاجين. شوف هي تقريبا هذه هي الفترة اللي كانوا حوايج مشتركين. احنا مثلا نحكيو على القفطان أصله تركي. المغرب ما كانش عندهم. الأتراك يقولون أن القفطان أصله فاسي. طيب كيف قفطان فاسي تركي؟ بس انتم ليش تعترفون انه تركي والاتراك يعترفون انه مغربي وانتم ما ترضون تعترفون انه مغربي؟ الحين تعترفون باللي احتلكم وما تعترفون انه مغربي. انا كني سمعت تقول تركي. هي ترى قالت تركي، بس الاتراك اساسا يقولون ان القفطان من فاس، لانهم يقولون حق المغرب فاس، قفطان من فاس. لا، هي كلمة قفطان بالاساس هي كلمة فارسية معناتها خفطان، وكانوا يلبسوا العثمانيين جابوه لشمال افريقيا. بس العثمانيين العثمانيين ما دخلوا للمغرب اساسا. هذا الخبر يعني ما دخلوا المغرب، ما دخلوا المغرب. كيف؟ هي بالضبط، هو ما دخلوش المغرب، ولكن بس لحظة يا باندا بالله عليك، أنت مبرمجة ولا تتكلمين عن مصادر؟ أختي بالله. شوف نعطيك والله يا جاسم، نعطيك الدليل دوك نبعث لك الدليل. عطني الدليل الحين أنت فكريا بلا ما الدليل الحين عطني تاريخيا أي تاريخ ظهر القفطان، أي تاريخ ظهر القفطان، أي تاريخ. القفطان هو عثماني، هذه حاجة لا يختلف عليها الاثنان. فهمت؟ منو قال لك انه عثماني؟ هسه ما تقاطعنيش دقيقة. لا تكلمي عن الدليل، لا تقولي انا عثماني. قالوا بس اذا انت تروحين تركيا، يوم تروحين تركيا مثلا في سوق اسطنبول المفتوح اللي يكون يوم الاربعاء، او تروحين اذن، او تروحين كل مكان، ليش تحصلين كاتبين القفطان المغربي؟ ليش مو بكاتبين عثماني؟ لان عندهم ملابس العثمانيين غير. القفطان ليش تحصلين كاتبين انه فاسي؟ ايه بالضبط. شفت القفطان تاع القفطان اللي في المغرب حاليا. ما تضحكش دوكا تسالني دوك ننزل انا بطبيعه الحال راح نرسل لك الدليل على كلامي. بس السؤال واضح. خليني نجاوبك. انت تقولين اذا تقولين لا انت مغلطه. اول شيء لازم نتخطى العثمانيين. اذا انت تقولين ان العثمانيين جابوا القفطان، العثمانيين يقولون ان القفطان مغربي، فمعناته شوفي لك شيء ثاني. لا شوف، هو كما نقولوا هم حطوا اللمسه تاعهم، بصح نحكي على الاصل. فهمت؟ منو اللي حط اللمسه؟ بس من اللي يقول اساسا اصله؟ احنا نروح من سامحني على القفطان اللي دخل تاع زمان تاع جداتهم نفسه تاع درك ماشي كيف فيه تغيير. طبعا حتى نعالك مال امس مو نفس، حتى مرسيدس مال السبعينات مو مرسيدس مال 2000، بس تغيير بس يتم الاصل. هي بالله يا شباب شير وتكبيس وعلامة تيك توك يرفع البث. لحظة نجيب لك شوي. اي فهم منك. الحين انت تقولين انه عثماني صح؟ صح يا عثماني. بس اذا العثمانيين اساسا يقولون انه فاسي. بس العثمانيين يقولون اساس القفطان واصله من فاس. يعني الحين نصدقك انت ولا العثمانيين؟ ما يقولوش الكلام هذا. انت رحتي تركيا، رحتي للسوق الاربعاء في اسطنبول، رحتي الاماكن التقليديه.
اخوي رحنا وشفنا يا اخي. سافرتي ولا ما جاسم سافرتي؟ نهضر بالدليل. ترى لا صراحة انت سافرتي ولا ما سافرتي؟ كيفاش؟ سافرتي تركيا وشفتي المحلات ولا ما إيه سافرتي؟ أكيد. زين اذا سافرتي معناتها تشوفين المحلات حاطين القفطان المغربي، ولا علاقه بالعثماني، اللباس العثماني غير. أنا فهمتك. وشو اللي هو بعدك ما بس فهمتي انه مغربي؟ اللمسة تاع خاطر الاتراك الشكل هن اللي تاعهم حطوا هذا هو اللمسه، اللي دخل المغرب فيه. الاتراك هن اللي حطوا اللمسه. ايه لا شوف المغاربة اللي الحين حطوا اراويك من اللمسة هو اسطنبول، اراويك من اسطنبول الحين، اشوف عشان تنطقين. الحين هذه تركيا صح؟ تركيا بالعربي بس تشوفينها؟ نعطيك الدليل. شوف هذا الدليل 2003، هذه تركيا بالعربي صح؟ تشوفينها؟ هذا القفطان المغربي في اسطنبول، شايفينه؟ ليش مو بحاطين القفطان العثماني؟ حد قد سمعت ان القفطان العثماني كاتبين قفطان عثماني؟ بالله عليك سمعتي انت حتى في مسلسلاتهم، حتى يوم احتلوا الجزائر قد سمعتي ان القفطان شو اسمه حطوا شيء عن القفطان التركي او شيء؟ اختي طيب وش عملت تركيا؟ هي تعرف عن التركية، تعرف. الليرة تعرف. علاش؟ لا تعرف. لا هذه الكل يعرفها ترى. شوف أنا قلت لك يا أخي يا جاسم افهمني. الحين انت تعترفين عثماني ولا مغربي؟ الحين اي شيء تنسبونه على اي دولة في القارة الا المغرب. بس العثمانيين ما دخلوا فاس اساسا، كيف يدخلوا القفطان للمغرب؟ هذا هو السؤال. هو ما دخلش العثمانيين، ما دخلوش المغرب، دخلوا الجزائر. بس انا فهمت العثمانيين الجزائر اساسا. جاسم فهمت قصدها. هي تقصد ان العثمانيين دخلوا لهم وهم دخلوه للمغرب، كذا انت تقصدين اختي؟ بس هو موجود قبل لا يدخلوا العثمانيين يا فهد، قبل لا يدخلوا العثمانيين الجزائر. لحظه خلينا نسترسل معها. هذا قصدك انت اختي؟ ان الاتراك دخلوه لكم انتم وانتم رحتوا دخلتوه للمغرب؟ صحيح. هي بالضبط. بس هو موجود قبل لا يدخلوا الاتراك يا صاحبة الخير، يا صباح الخير. القفطان موجود في القرن الثاني عشر. يعني كيف دخلوه العثمانيين هو موجود قبل لا يدخلوا العثمانيين للجزائر؟ انت تعرفي اي تاريخ احتل لكم العثمانيين؟ لحظه اي تاريخ احتل لكم العثمانيين؟ في القرن استنى نقول لكم. مش احتلونا بالمناسبه. كاين فرق بين ما علينا العثمانيين متى؟ اي تاريخ، عطني تاريخ قبل لا تاخذين فتره لجوجل، عطني تاريخ بالضبط متى جو العثمانيين للجزائر. 3 قرون يمكن تقول في القرن هي مو بعارفه حتى. بالقفطان موجود في القرن 12. كيف؟ هي هما دخلوا الجزائر. نحكي لك على دخلوا الجزائر. بس القفطان موجود قبل. كيف انتم دخلتوا القفطان للمغرب؟ اعطيني الدليل انه موجود من قبل. اعطيني الدليل انه موجود في هذيك الفتره، وانا نعطيك الدليل على كلامي من لسان مغاربه، مش من لسان جزائريين ولا من الاتراك. اسمعي لحظه شوي. انت تصدقين الاخبار بالعربي ولا بالانجليزي؟ كيف الحين تمام. الحين اعطيك قناه محايده، قناه لا علاقه لا بالمغرب ولا بالجزائر عشان تكون محايده. تمام. الحين نشوف تاريخ القفطان. انت يا عديل افهم الكلام مليح قبل ما اسمعي خليك من العالم. اسمع وش كاتبين هني. ترجع اصول القفطان الى المملكه المغرب في القرن 12 الميلادي في عهد دوله الموحدين، حيث كان السلاطين والملوك يسعون 12، وانتم دخلوا عندكم العثمانيين في ال15. فكيف هن دخلوا عندكم في ال15 وانتم وصلتوه للمغرب؟ يعني فرق 300 سنة. جايب لي مرجع من ويكيبيديا تعطيها لي؟ ما ويكيبيديا، أنا أعطيتك موقع محايد. هذا مو ويكيبيديا، هذا موقع. لحظة أنا أقول لك أي قناة. موقع إيش؟ أعطيني مرجع تاريخي. وش المرجع اللي يناسبك؟ أعطني المرجع اللي يناسبك. لحظة أعطني المرجع اللي يناسبك. اليونسكو تناسبك؟ من الكتب التاريخية.
كتب تاريخ. الحين وش المرجع اللي يناسبك؟ عطني مرجع بروح له. قلت لك المرجع هو الكتب التاريخية. عطني اسم كتاب بصير له. عطني اسم كتاب بصير له. عطني اسم كتاب. كيفاش انا نجيب لك الدليل ولا انت اللي تجيب لي الدليل؟ انت الحين شوف لحظه، انت متاكده؟ عطني موقعك اللي متاكده منه عشان اروح حتى انا اتاكد. خلاص انا نبعث لك. شوف نبعث لك فيديو يكون لا تبعثي لي الفيديوهات حق انا. عطني الكتب بروح الكتاب. ودي اروح لكتاب الحين. عطني كتاب بصير له. خلاص خليني ننزل ونعود نطلع لك. لا تنزلين انت الحين، ما عندك معلومات في مخك. لا عندي مشكلة. لا لحظة انت الحين كيف عرفتي ان الاشياء هذه وما تعرفين؟ عطني الحين منو درسك هذا الشيء؟ كيف انت تحب تتكلم باش تتكلم؟ ما اتكلم. لا بس والله العظيم الحين انت كيف تدافعين؟ كيف انت تدافعين وما تعرفين من وين؟ لا بالله بس لحظة واحدة انا مخي وقف الحين. انت تدافعين من الصبح وما عندك مصدر. ما عندكش مصدر يا جاسم. انا اقول انا خليك مصادر لي. انا كل المصادر اللي راويتك اياها ما صدقت اياها. ودي مصدرك انت عشان تصدقين. عطني مصدرك. عطني اسمك. طيب يا كل المصادر انا راويتك كل المصادر ما صدقتيها. ورا اليونسكو ما صدقت. قول لي انت نعت لي واحد مصدر واحد. اليونسكو، منظمة اليونسكو لحفظ التراث العالمي بس. في شيء اكثر من ذا؟ صح. وري موقع اليونسكو. ترى هذا هو اللي كنت اراويك الحين. اقول لك كذي، قلت لك تبين الترجمه بالعربي ولا بالانجليزي؟ قلت لي اختار عربي، اعطيتك بالعربي. تقولين بعد شويه. انت عطني مصدرك. فرضا اليونسكو هذول اغبياء. الحين عطني موقعك وش اللي تصدقين. عطني اسم كتاب. والله لسه وش قلت؟ انا قلت لك نعطيك الدليل. اسم كتاب. وين درستي ان القفطان جزائري؟ وين درستي ذا الشيء؟ وين قريتي ذا الشيء؟ جزائري. انا ما قلتش جزائري. تمام. وين درستي ان القفطان غير مغربي مثلا عثماني؟ وين درستي ذا الشيء؟ يا اخي نعطيك المرجع. عطني. علاش اذا بتروحين تبحثين وتدورين وشي ما يحتاج. مفروض اذا انسان عاقل ومثقف يكون اشياء ذي بمخه. ترى مو مبرمج. غير الدليل حاضر عندي. عطني اياه. عطني اسم. اكتبه في جوجل الحين، اكتبه في يوتيوب، اكتبه في اي مكان. عطني قول لي وش اسمه، وش الدليل، ايش اسمه، اي مرجع. قلت لك عندي فيديو مش مرجع. فيديو فيه المرجع. ذاك الوقت ما كان في فيديوهات، ما كان جوالات يسوون فيديوهات بالتاريخ. عطني مرجع. ريح كيما هكذوك. نعاود نطلع. اوكي نعاود نطلع لك ونجيب. خطر من بعد والله يطبحك على روحك. هلا تجيبين. العثمانيين كان عندهم جوال. الحين في تركيا عندهم جوال. وش راح نوري لك انت؟ عطني مصدر رحم الله والدينا. معليش انا عندي فيديو فيه المصدر. تفهم ولا لا؟ فيديو اللي فيه المصدر. اوكي. طيب الفيديو هذا وش مكتوب فيه؟ موجود على اليوتيوب. انت تصدقين فيديو وما تصدقين اليونسكو وما تصدقين جوجل وما تصدقين يوتيوب. تصدق فيديو. منو اللي مسوي الفيديو؟ انسان مكة جاء بعد العثمانيين. يا اخي المنطق وين يا اخواننا في الجزائر؟ بالله عليكم انتم ايش تتعاطون؟ اذا المغرب يطرش لكم زطله او يطرش لكم شيء بالله وقفوا التصدير. رحم الله والدينكم. صاخر يا رجل. تقول لك الاتراك دخلوه عندنا واحنا دخلناه للمغرب. بس بالعقل يا اخوي فهد. الحين بالعقل. الحين عشان انا مواخذها على قد عقلها. الحين هي تقول على قولتها هي ان القفطان دخلوه العثمانيين صح؟ هاي على الراحات. نعيد الكرة. نصف المرجله هروب. الحين يقول استغفر الله العظيم. يقول العثمانيين دخلوه. تمام. العثمانيين دخلوا للجزائر في القرن 15 والجزائر دخلت القفطان للمغرب على قولتهم. بس القفطان موجود في المغرب من القرن الثاني عشر. كيف؟ فرضا هذا في بداية النقاش معها. في بداية النقاش مصدرك تقول عندي فيديو.
لا انا في بدايه النقاش معك تقول لك نجيب لك الدليل، انا عندي الدليل، انا حسيت كذا من كلامها انها بتقول نفس الكلام، فهمت؟ انها بتقول لك ان الاتراك جابوه عندنا. صوتها يا اخي صوتها فنان فهد، صوتها فنان. كنت ببيع القضيه، كنت ببيع القضيه. صوتها يا جاسم على قولة المغاربه احشم واجمع راسك. صوتها فنان. انا كنت ببيع القضيه، على شوي كنت خرك يا اخوك، صرت على شوي صرت خروف. صوتها دليل، صوتها دليل. قرب حولي يا اخواني المغاربه، قرب حولي. صوتها تراث يا فهد، صوتها تراث، صوتها تاريخ، تاريخ يتكلم. الله استغفر الله يا اخوان، الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا اخوان. اخوان انا عندي طلب اذا ممكن. تفضلي. انتم والله فوق عيننا وفوق راسنا، يعني والله انتم مش شهم، بس بدي طلب منكم اذا ممكن لا تطلعوا بنت جزائرية عندكم على اللايف اذا ممكن. من وين الله يرضى عليكم ان شاء الله يا باشا؟ شو؟ من وين حضرتك؟ من وين حضرتك؟ نحن من الجزائر، ونتمنى ان شاء الله لا تطلعوا بنت جزائرية لان في شيء ما بتعرفوه. شو؟ خلاص نهضر معك بالجزائرية، نهضر معك بالجزائرية. لا اختي، وشنو هو الشيء اللي ما كان نعرفوش احنا؟ شنو هو؟ شيء ما تعرفوا في، يعني بسبب مشاكل هذا الطلب انا اعطيته الاخ صاحب اللايف، وان شاء الله تكون لو تقنعيني عشان افهم ليش ليش سبب يعني سبب. طيب راح اقنعك بس دقيقة. تمام اخوي فهد، لحظة دقيقة وتقنعني. بلال انت هون؟ بلال راك هنا؟ بلال شكون بلال؟ بس دقيقة الله يرضى عليك. جيب بلال، بتجيب اخوها ابو العضلات. لا والله مو هاي الشيء، الله يرضى عليكم، ونحن والله بنعزكم وكنا اخوان وكنا عرب. لا بالمحترم، بس توضيح وش جاب بلال الموضوع الحين؟ بلال يعني هذا بلال صاحب، يعني الصاحب راح يفهمكم اكثر مني. تمام بس انت والله لا يعني في شيء ما ودهم يطلعون. دخلت غريبة، دخلة غريبة، بس يلا مش المشكلة. صراحة انتظر بلال. طيب. بلال ما يسوي شيء صح؟ لا لا مستحيل، انت اخوان شو هذا؟ لا عيب. طيب يا اخي والله ما بزحم هذا الشيء، الله يرضى عليكم وجزاك الله كل خير. اختي شو احكي؟ في انتظارك احنا. يلا ننتظر بلال، كلنا بلال فكرة، والفكرة لا تموت. بلال. طيب انا راح اجيكم بعد شوي. تمام بارك الله فيكم. تمام كلنا بلال. هكو بلال هني. ها بلال تفضل. بلال كلنا بلال. يا بلال اجي يا بلال اجي. ها بلال جانا. بلال تفضل. ها بلال جاء. لا تفضل بلال بينزل البث الحين. ها جينا بكل رجوليه ويطلع بكل نسويه، يطيح لنا البث الحين. بلال ما عنده نت. بلال روح صوب وجده. وبلال ما في. الحين بلال جاء. لحظه السمح يا فاطمه، بعدين نرجع لك. بس دقيقه اطلع بلال اطلع، الله يرضى عليك اطلع يا بلال. وبلال اجي اخويا اجي نهضر خيو انا والله ما بمزح بهذا الشيء، انا بحكي عن جد. هذا الشيء سياسي. بس دقيقه انا نهضر معك، انا صح، انا نهضر معك راح احكي معك بلهجتي، بصح لازم تفهمني. نفهم بعض يعني. اخويا شوف، عندنا وضع سياسي. قصدك هذا؟ نحن قصدك هذا؟ لا انا ما عم بمزح يا خيو، انا ما بمزح، ما بعرف هذا الشيء. هذا مغني، هذا شاب بلال. انا بحكي على السياسة، هذه سياسة وطنية جزائرية في كثير. بس القفطان مو سياسي. القفطان طيب راح احكي معك، الله يرضى عليك، احنا بنحترمكم. تمام بلال اطلع خلينا نرجع للاسلوب الثاني. ارجع زوزو بديت افهم انا. اي تفضل يا اختي. بالعقل بلال راك هنا يا حنبوك، بارطاجي الجماعة، بارطاجي لهم. انت تسوين علينا استخبارات اختي انت. وبلال اجي يا بلال نهضر، خلنا نفهم يا بلال. اجي
هذا اخويا. شوف اذا كان هذا الشيء هو بيضحكك، احنا ما يضحكناش، بس احنا رانا عرضه، فهمت؟ رانا اكوله لعبه تحت يعني الصهيون، فهمت؟ تمام. شكون هم الصهيون؟ شكون هم؟ يلي قال بلال هو قائد الذباب. نعمة الله عليك، نعمة الله عليك، نعمة الله عليك. اختي الله يرحم لك الوالدين. شوفي يا تهذرين بوضوح. اما شغل الاستخبارات هذا حقت الجرانات هذا تسوينها عندنا هنا. مش قاعد عندنا وضع سياسي وبلال اطلع واجي، وعندنا وضع سياسي، وعندنا مدري وش شغل استخبارات، وهذا التخويف ذا ترى ما نخاف احنا ترى. عندكم مشكله. وين طلع بلال، طالب قسط، اجي بلال. انا بعدين افتح. سلام.